السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد، وصفة جديدة. اليوم غادي نقدم معكم هاد الطويجن هذا ديال الذرع. بزاف ديال السيدات اولا بزاف ديال الامهات غادي يعرفوا علاش كنهضر. كنتمنى تبقاو معايا باش تشوفوا الطريقة ديالو، كيجي رائع. غادي نحضروا بشرموله. الا مشيتوا عند الجزار وطلبتوه منه غادي يعرفوا يعطيه لكم. هاد الوصفه هادي ديال هاد الجو البارد صراحه كتجي من ألذ الوصفات اللي ممكن توجدوا. خليكم معايا باش تشوفوا المقادير والطريقه. كنتمنى لكم شهيه طيبه، فرجه ممتعه. ما تمشيو فين، خليكم معايا. وكنتمنى تشتركوا في القناه ديالي فضلا وليس امرا باش توصلوا بكل ما هو جديد على قناه توين كويزين، يوميات قطرات الندى. نبداو الفيديو بسم الله على بركه الله. بالنسبه للوصفه اللي غادي نحضر معكم غادي نحتاجوا لها المقادير كالتالي. عندي هنايا الذرع، هذا هو الشكل ديالو. انا كان عندي في المجمد، كنكون غاسله بالخل اولا بالحامض والملحه. وفي المرحله المواليه غادي نسلقو بالملح وورق الغار باش كيحيد واحد الرغوه اللي غادي تشوفوها معايا في الفيديو. صراحة كيجي مميز وصفة ديال هاد الجو هذا، كنتمنى تجربوها. غادي نحتاج كذلك لهاد الوصفة كما كتابعوا معايا. دائما كنبغي نمشي معكم خطوة بخطوة باش تستافدوا. عندي جوج حبات متوسطين ديال الطماطم، حبة كبيرة ديال البصل حتى هي محكوكة. هاد النوع هذا يعني كيبغي تكون شرموله، تكون شويه بالزايد. عندي هنا التوابل: ملعقه صغيره ديال الكمون، ملعقه ديال الفلفل الاحمر، شويه ديال السودانيه وشويه ديال الملحه. نردوا بالنا لاننا عندنا شرموله كما كتشوفوا مالحه. وكذلك غادي نسلقوه في الماء المملح. عندي معلقه ديال معجون الطماطم، الفلفل الاسود، عندي سكينجبير، وعندي الخرقوم. عندي هنا الملون الغذائي اختياري، زيت الزيتون، وغادي نحتاج زيت المائدة. بالنسبه للتوابل البزار وسكينجبير والخرقوم غادي ندير غير واحد ربع ملعقه. هنا الماء ديالي من بعد ما كيسخن كندير ورق الغار اولا ورق سيدنا موسى، كيحيد له ديك الرائحه ديالو اللي كتكون هكا فيه. هو ما كتكونش فيه شي رائحه بزاف، ولكن دائما كنبغي انني كاع نحيد الشك باش ما تبقى حتى حاجه يعني في هاد المنتوجات هادو اللي كنستعملو. صراحه كيجي زوين، كنتمنى تجربوه. صافي وغادي نسلقو حتى كتحيد منه واحد الرغوه. هو فاش غسلته في الاول مع الخل والحامض وشويه ديال الملحه، يعني حيد كما قلت لكم النص ديال داكشي اللي كان فيه. وملي كيزيد يتسلق صافي كيصفى من كل شيء. وكذلك يعني ملي كنسلقوه ديك نص السلقه الاولى يعني كيسهل علينا في الطياب، ما كياخذلناش شي وقت كتير. دائما بحال هاد الوصفات غير نديروا الماء سخون باش نكونوا غادي نصبوا. صافي هنا درت البصل، درت الطماطم، زدت هنايا التوابل، جميع التوابل اللي ذكرت معكم في الاول. بالنسبه للملون الغذائي راه كيكون اختياري، بغيتو توضعوه بغيتو لا. هذه هي الرغوه اللي كنت كنهضر عليها. ضروري هذه خاصكم تحيدوها حتى كيصفى داك الماء. صافي هنا من بعد كنصفيه كنزيدو على شرموله وكنخليه يتقلى تقريبا اولا يتشحر واحد 8 ديال الدقائق. ومن بعد غادي نزيد له الماء الساخن، ضروري من الماء سخون، واكثريه ملي كيكون هكا الجو بارد. صافي كما كتشوفوا هنايا زدت الماء. دائما كنزيد انا الماء الكافي باش كيطيب ليا الطبخ ديالي اولا الطياب ديالي وباش ما كيبسالش. في الاخير كما غادي تشوفوا معايا حتى غادي يطيب، عاد غادي نزيد الحامض مصير. الحامض المصير كيعطيه واحد المذاق اللي هو زوين بزاف. صافي هنايا في التزيين ممكن تزينوا نتوما باش ما بغيتو. وغادي ندير هنايا واحد المزاوده حاره، فلفل حرائي باللغه ديال اخواتنا في المشرق باش يعرفوا علاش كنهضر. صافي هنايا غادي نبدا باش نقدم الطويجن ديالي. شوفوا المريقه ديالو كيفاش كتجي عاقده، تقريبا نفس الطريقه باش كنصبوا اللحم ديال الراس. هذا هو الشكل النهائي ديالو، كيجي مدغمر
ومشرمل على حقه وطريقه. قدمته مع شويه بطاطا مشرمله، شويه ديال الطنجه المشرمل. كنعرفوا هادشي اللي كيكون مشرمل كيكون مطلوب في هذا الجو البارد. كنتمنى الوصفه ديالي تكون عند حسن الظن ديالكم، وتكون كذلك وصفه اللي خفيفه ظريفه. تجربوها مع العائله ديالكم مع وليداتكم، تاكلوها بالصحه والراحه. الى عجبتكم كالعاده ما تنساونيش بالتعليق ديالكم المحفزه، لايكات باش الفيديو يزيد يطلع، بارطاجيو مع الاهل والاصدقاء باش يتعرفوا على هذه الاكله التقليديه. نتلاقى معكم في فيديو جديد، وصفه جديده من وصفاتي على قناتي اللي هي قناتكم. شكرا لكم على التتبع، وشهيه طيبه، مع السلامه.